ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد ان شاء الله. لو اول مره تشوف القناه، انا اسمي سوسنة. لايك وشير وسبسكرايب. يلا نبدا الفيديو. النهارده عملت لكم كده ملاح احمر بالعصيده من التراث السوداني. اتمنى ان تعجبك وامشي معاي خطوه خطوه لغايه لما تشوفي الجمال ده. شايف الملاح بطريقة سهلة وحلوة. أنا كنت مفتكراه صعب بس طلع من أسهل الحاجات ممكن تعمليها. ودي شطة بالزبدة بتاعة الفول السوداني اللي هي بينا باتر خشنة برضو. هنشوف خطوة خطوة ويلا نبدأ الفيديو. يلا معي. ادي كده معانا المكونات. عايزين طماطم كبيرة انا قشرتها، شلت القشرة بتاعتها زي ما شايفة كده. عايزة شطة حارة، دي اختياري لو تحبي، بس احنا بنحبها سبايسي. فادي كده قطعته زي ما شايفة. عايزة معايا زبدة الفول السوداني اللي هو التكوى نحن بنقولها، وعايزة الخشنة مش الناعمة، اوكي، عشان يكون فيها زي كأن احنا بنعمل لحمة مفرومة. وعايزة بامية مجففة بتكون كده بتيجي بودرة. وعايزة صلصة معجون طماطم كبشة كبيرة اللي هي بنطبخ بيها، هتشوفوها معاي. وعايزة ملعقة كبيرة من التوم المهروس. هنشوف كده باقي المكونات مع بعض. معاي كده بصلة كبيرة أو 3 متوسطين مقطعهم كده أو 2 كبار. عايزة كزبرة نص ملعقة كبيرة، نص ملعقة بابريكا، ونص ملعقة صغيرة فلفل أسود. ومعاي 1 لتر من المرقة، تمام، مرقة بتاعت الخضار. تمام، هنمشي خطوة خطوة هنشوف هنعمل ايه. يلا بينا كده نبدأ بالفيديو بتاعنا. ادي معاي كده جبت حلة، احط ملعقتين زيت كبار، ننزل البصلة. هنا هنخلي البصلة تبقى بني فاتح. بعد كده نشوف هنعمل ايه. هنا خلاص البصلة، ننزل الطماطم خليها شوية كده تتسبك مع البصل بإضافة البهارات. ممكن المرقة لو مش enough يعني ممكن تحطي ملح لو حابة يعني، بس أنا ضفت في المرقة مش محتاجة ملح كويس. هنا هضيف زبدة الفول الكرانشي، نقلبها كويس. معجون الطماطم، نضيف المرقة بتاعتنا ونقلب. قبل ما تغلي نحط الثوم بتاعنا ونخليها تغلي تتسبك كده. بعد كده نشوف هنعمل ايه. هذه كده سبكت معانا. هنشوف. واخر حاجة اضافة هنحط الويكة اللي هي البامية المجففة. حط ملعقة نزل واضرب. هي على حسب الكمية يعني، على حسب الويكة اللي هنحطها. لما تتقل يبقى خلاص احنا نقعد كل ما نحط ملعقة نقعد، ولازم نضربها كويس عشان ما تتكلكعش معانا. هذه كده معانا زي ما شايفة القوام بتاعها حلو. انا هخليها شوية، تمام. وبعد كده انا عاملة اوريدي عصيدة جاهزة، هخليها كده تتسبك مع البامية المجففة. بعد كده نشوف بتتاكل ازاي. نشوف كده الملاح بتاعنا. ادي كده زي ما شايفة القوام، ما اقولكيش، والريحة رهيبة. نديته حوالي 10 دقايق على نار هادية متوسطة عشان البامية تندمج مع الصوص بتاعنا. هنجيب كده معي هنا عصيدة نحط. وادي كده الملاح بتاعنا جاهز والعصيدة، وده من التراث السوداني الأكلة دي. وعملت كده جنبها برضو بالزبدة الفول الأسود، عملتها بالشطة والليمون زي الطحينة عند الناس أحبابنا في مصر وفي أي بلد تاني. فادي كده ده كان الغدا بتاعنا سريع وما خدش وقت. أتمنى أن الوصفة تكون استفدتي منها بأي حاجة، وإني تعجبك وتجربيها. لغاية لما نلتقي فيديو جديد إن شاء الله.